في الحلقات اللي قبل كده احنا قلنا حاجة يعني اعتقد هامة لكن بتشكل مشكلة. قلنا ان مصادر الحب في الحلقة السابقة تحديدا، مصادر الحب هو الجينات والجو العام للبيت والتربية. فهنا ده وضع يعني أنا لقيت نفسي كده، هي دي مشكلة الحقيقة، إن أنا حاجة مش بإيدي، أنا بقيت بهذه الصورة، بقيت إنسان قادر على الحب، قادر على التفاعل مع الآخرين، قادر أن أتفهم مشاعر الناس، أعبر ليهم عن محبة تجاههم، أو مش قادر. يعني إني اتربيت كده، أنا طلعت كده، فأنا مش بإيدي. وبعدين ده بيؤدي إلى وضع معين اتفق عليه كل علماء النفس. يعني دي حاجة من الحاجات المتفق عليها تماما، إن الإنسان لا يستطيع أن يسيطر بصورة مباشرة على مشاعره. ناخد بالنا من الحكاية دي، لأن احنا مش دايما بنقول الحكاية دي، خصوصا في تعليمنا الديني والروحي. احنا اوقات بنطالب الناس بمشاعر. انا عايز الناس تحب، انا عايز الناس ما تكرهش، عايز الناس ما تخافش، عايز الناس ما تغضبش. كيف يستطيع الإنسان أن يسيطر على مشاعره؟ المشاعر دي زي ما قلنا قبل كده جاية من ظروف مختلفة من الثلاثة اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، وفي مؤثرات أخرى. إذن كلها مؤثرات خارجة عني، ما عنديش سيطرة، ما عنديش كنترول عليها. وبعدين تكونت هذه المشاعر في داخلي نتيجة هذه الأمور، وأنا دلوقتي في وضع معين، إن أنا ما عنديش مشاعر طيبة، أو عندي مشاعر طيبة، أو عندي كراهية، أو إني أنا بخاف، أو إني أنا بغضب، أو إني أنا بغير أحيانا، أو أيا كان المشاعر، أو بحزن، عندي مشاعر حزن اللي هي السمة، المرض النفسي أو الاضطراب النفسي الأكثر انتشارا في العالم كله. الإنسان الميال للحزن، ميال للاكتئاب. طيب هذه المشاعر مش أنا اللي حطيتها جوايا، هي جت من ظروف مختلفة، وأنا موجود دلوقتي بهذه المشاعر، أصارع وأعاني من هذه المشاعر، وأنا ما أقدرش أغيرها، لا سيطرة لي عليها. فكيف يمكن أن يطالبني الله أن أسيطر على مشاعري؟ كيف يطالبني الله أن أنا أحب، مع أن أنا مش، ولا أنا اللي حطيت جوايا الحب، ولا أنا أقدر أغيره؟ ما أقدرش أغيره، ما أقدرش أشيل كراهية وأحط حب، ما أقدرش، ماليش كنترول عليها. لازم ندركها. إزاي أطالب الناس إنك ما تخافش؟ المؤمن ما يخافش، أما هو ظروفه التربوية أدت إنه يبقى بيخاف. طيب اوكي، تربى كده وشخصيته ميالة للخوف، كيف اطالب هذا الانسان انه ما يخافش، او انه ما يكرهش، او انه هو ما يحزنش؟ كيف يمكن ان يحدث هذا؟ احنا بنقسو على بعض وبنتخيل ان الله بيطالبنا بشيء احنا ما نقدرش نعمله، وده شيء مؤسف جدا، لانه بيؤدي الى شعور بذنب. والشعور بالذنب ده من أسوأ المشاعر التي يمكن أن تنتاب إنسان، وبتدمر شخصية الإنسان. وتأتي منين الشعور بالذنب؟ أنا بسميه ذنب وهمي، لأن أنا ما عملتش حاجة غلط، لكن أشعر بالذنب إن أنا حزين في داخلي، أشعر بالذنب إن أنا غاضب، أشعر بالذنب إن عندي مشاعر سلبية تجاه آخرين، أنا ولا حطيتها ولا أنا عندي سيطرة عليها إن أنا أشيلها. ومع ذلك يطالبني الآخرين لازم تغير مشاعرك، لازم تغير هذه المشاعر الكراهية وتحط مشاعر حب. يا عمي أنا ما أقدرش أسيطر عليها، ما حدش مننا يقدر يسيطر على هذه المشاعر بهذه الصورة المباشرة، فينتج عن هذا شعور بذنب يدمر شخصية الإنسان. فاحنا بندخل في دائرة سلبية جدا، دائرة مفرغة تؤدي في نهاية الأمر أن يشعر الإنسان بالذنب فتضطرب شخصيته. وهنا
خرج 2 من عظماء علم النفس، عملوا نظرية سموها جيمس لانج ثيوري. هو واحد اسمه إريك لانج وهنري جيمس، الاثنين من عظماء علم النفس، وعملوا نظرية مهمة قوي اسمها جيمس لانج ثيوري. بتقول ايه؟ بتقول انه بتقر طبعا بالحقيقة ان احنا ما نقدرش نسيطر على مشاعرنا. بتقول الحاجة اللي كل الناس بيقولوها، طيب ان انا ما اقدرش اسيطر على مشاعري بصورة مباشرة، لكن كيف يغير الانسان مشاعره؟ مع ان انا عندي مشاعر من الكراهية، عندي مشاعر بتؤدي احيانا الى اضطراب داخلي وتؤدي الى سلوكيات خاطئة، عندي مشاعر من الحزن من الغضب. ازاي اسيطر على مشاعري لو كان ما عنديش وسيلة مباشرة للسيطرة عليها؟ بتقول عن طريق أمرين. أول أمر هو السلوك اللي كنا بنتكلم عنه قبل كده. يعني القضية معكوسة، احنا بنقول الحب ينبغي ان يكون مشاعر طيبة تؤدي الى سلوكيات طيبة، وبعدين قلنا انه لا مش كده، لان انا ما اقدرش اغير، فطالبني بالحب وعايزني احط مشاعر عشان تؤدي الى سلوكيات، ولو عملت سلوكيات مش مدفوعة بالمشاعر اشعر ان انا انسان مرائي، ونخش في دايرة برضو سلبية جدا. لكن اللي اتكلم عنه هو جيمس لانج ثيوري، بتقول انه انا بغير المشاعر بالسلوك. اني انا دلوقتي اقدر اغير سلوكي. اقدر اغير سلوكي؟ طبعا اقدر اغير سلوكي. هل في قوة تمنعني من تغيير السلوك؟ لا، مفيش. انت لو تريد انك انت تعمل سلوك ايجابي هتعمل سلوك ايجابي. لو انت عارف انه مراتي هتنبسط لو انا غسلت الصحون، هل في قوة في العالم تمنعك انك تغسل الصحون؟ لا، الا لو انت مش عايز، انت مش مقتنع، او في خديعة نفسية انك تقول لا ازاي اغسل الصحون وانا مشاعري لا تدفعني لغسل الصحون. لازم الواحد يبقى كده مشتاق يغسل الصحون فيغسل الصحون فيبقى عمل السلوك الصح. لا طبعا انا مشاعري مش ان انا اقف واغسل الصحون لمراتي، مشاعري ان انا اقعد اتفرج على التلفزيون، لكن انا بارادتي لان انا عارف ان دي حاجة صح ودي حاجة ترضي امرأتي فبقف على الحوض وبغسل الصحون. فلو انا عملت قرار ارادي بسلوك معين، سوف مع مرور قدر من الوقت والمثابرة، هستمر مرة واثنين وعشرة مش مرة وخلاص، مشاعري سوف تتغير. هعمل السلوك وانا يعني لو كان مشاعري سلبية تجاه انسان معين، جاري اللي هو بيضايقني وما بيسلمش عليا وبيرموا زبالة قدام الباب عندنا، ومشاعري تجاهه سلبية جدا، مشاعري تجاه جاري سلبية جدا. والمشاعر دي خدوا بالكم بتأذيني أنا. لو مشاعر سلبية تجاه جاري ده بيأذيني، مش بس بيأذي العلاقة ولا يمكن يؤدي إلى سلوكيات خاطئة تجاه جاري، لكن بيأذيني أنا. الكراهية دي اللي في داخلي بتتحول إلى اكتئاب، تتحول إلى اضطرابات نفسية. فأنا عايز أغير هذه المشاعر السلبية، وأنا خدت قرار إن أنا هعمل لجاري سلوك إيجابي. هصبح عليه، وانا بنظف السلم كده هنظف قدام باب جاري، مع انه هو ما بينظفش بل بالعكس بيرمي بعض القاذورات قدام بابي، لكن انا هروح اعمل سلوك ايجابي تجاه جاري بان انا انظف قدام الباب بتاعه، ان انا اصبح عليه، ان انا ابتسم في وشه. الكراهيه اللي جوايا دي النظريه الرائعه دي، ان الكراهيه اللي جوايا اللي بتأذيني تجاه جاري هتبتدي تتغير. ايه اللي غيرها؟ ان انا عملت سلوك ايجابي تجاهه. حاجه معجزيه. بس دي القوانين اللي وضعها الله للحياه، انه انا ما اقدرش اسيطر على مشاعري، اقدر اسيطر على سلوكي. حينما اسيطر على سلوكي وافعل سلوك ايجابي تجاه الاخرين، سوف تتغير مشاعري الداخليه اللي هي بتأذيني وبتأذي العلاقه، سوف تتغير وتصبح مشاعر ايجابيه بصوره متدرجة.
فالجيمس لانج ثيوري قالت انه اغير المشاعر الضارة ليا بان انا بعمل سلوك ايجابي. والحاجة التانية اللي اتكلموا عليها ان انا لما بغير طريقة تفكيري، لما بفكر بصورة مختلفة، هذا يؤدي الى تغيير المشاعر. مشاعر للمرة 10 ما اقدرش اسيطر عليها، ماليش كنترول مباشر عليها. المشاعر زرعت في داخلي عن طريق التربية وظروف التربية وجينات موروثة إلى آخره، لكن فأنا ما أقدرش أعمل معها حاجة، لكن أقدر أغيرها لأن المشاعر دي مؤذية. بغير هذه المشاعر إن أنا بعمل سلوك إيجابي وإن أنا أغير طريقة تفكيري تجاه الآخر. الزوجة اللي بتحس إن جوزها ربما بيعمل سلوكيات سلبية تجاهها، وبالتالي هي عندها مشاعر سلبية تجاه جوزها، بقت بتكرهه او بكره مراتي لانه هي بتعمل حاجات بتضايقني، ادت ان مشاعري سلبيه تجاهها، او العكس صحيح. طب انا عايز اغير هذه المشاعر اللي للمره 10 اللي بتاذي الشخص اللي تنبع منه هذه المشاعر، عايز اغيرها. اعمل ايه؟ ابتدي افكر بطريقه مختلفه. ربما افكر انه جوزي هو بيعمل تصرفات جارحه ليا بيتنرفز عليا، واوقات بيهني قدام الناس. اوكي، بيعمل الحاجات دي ولازم اقول له عليها، ده موضوع تاني، بس لازم اقول لجوزي انا بتجرح وبتضايق لما انت بتهني قدام الناس، لما انت بتعلي صوتك واحنا بنتكلم، بتتنرفز عليا واحنا بنتكلم. لكن وانا بيني وبين نفسي اغذي عقلي ببعض الامور الايجابيه. جوزي بيعمل هذه الامور السلبيه اللي هقول له عليها، لكن جوزي كريم معايا. اوكي، حاجه يعني دخلت هذا الفكر في داخلي ما كنتش بفكر فيه ابدا، لكن لما بنظر بصوره موضوعيه بلاقي انه لا، هو كريم معايا. جوزي بيحب عيلتي، حاجه جميله جدا ان هو بيحب عيلتي، مش بيهنهم، بل بالعكس بيمتدحهم، بيهتم بيهم، بيهتم بأمي المريضة راح أعد عليها. إن جوزي يمكن زوج سيء وأنا هقول له على الحاجات اللي بيعملها تجاهي، لكن هو أب كويس، هو بيهتم بالأولاد. ودي بالكم، فأنا بتعامل مع المشاعر السلبية. يعني المبدأ ده بينطبق على تعاملنا مع الأولاد اللي احنا بنعلمهم، سواء أولادنا في البيت أو في المدرسة أو في المدارس الأحد اللي بتعامل معاهم، اللي بساهم في تكوين شخصيتهم. ممكن تلاقي نفسك مشاعرك سلبية تجاه واحد من الطلبة اللي عندك أو من أحد من ولادك. ده بيحصل كثيرا، إنك أنت تلاقي نفسك مشاعرك سلبية تجاه ابنك الكبير، لكن مشاعرك إيجابية تجاه ابنك الصغير. بتنكر، كلنا هننكر كده، لا 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 أنا بحب الاتنين زي بعض، ولا ده مش حقيقي، وده كل ده خداع الذات. لكن واقع الأمر لو بينك وبين نفسك، ما بتقرش قدام حد، بينك وبين نفسك تقر إن أنا عندي مشاعر سلبية تجاه ابني الكبير وعندي مشاعر إيجابية تجاه ابني الصغير. أعمل إيه عشان أغير هذه المشاعر؟ أهتم بابني الكبير، أعمل سلوكيات إيجابية خاصة بابني الكبير، أغذي عقلي ببعض الأمور الإيجابية الخاصة بابني الكبير. ابني الكبير يعني يمكن شكله مش لطيف قوي زي ابني الصغير، فالآخرين بيهتموا بابني الصغير أكتر من ابني الكبير. يا حرام، هو اهتمام الناس بيه محدود للغاية. تيتا وجده بيتعاملوا مع ابني الصغير بطريقة أفضل من ابني الكبير، لأن ابني الكبير دخل في مرحلة المراهقة وابتدى يبقى بيتعامل بطريقة جافة. يا حرام، مسكين إن هو يعني في حاجات بيعملها مش بإيده، في حاجات بيعملها لأن هو أصبح مراهق، في حاجات مش بإيده لأن شكله مش كويس، أو إن هو مش محبب في شكله الخارجي. ابتدي أغذي عقلي ببعض الأمور اللي تثير المشاعر الإيجابية تجاه ابني، أو تجاه ابني الكبير، أو تجاه الطالب اللي معايا في الفصل اللي دمه تقيل وصوته عالي. لكن إزاي أقدر أعمل سلوك إيجابي تجاه هذا الطالب تحديدا
ده بيغير مشاعري انا تجاهه، او اني انا اغذي عقلي ببعض الافكار الايجابيه عن هذا الطفل، انه بالرغم من ظروفه في البيت انا عارف الطفل ده ابوه بيتعامل معاه ازاي في البيت. الطفل ده اللي انا مش بكن ليه مشاعر ايجابيه في الفصل، لكن انا عارف ان ابوه بيتعامل معاه بطريقه صعبه، انه ابوه وامه منفصلين، او فابتدي اغذي عقلي ببعض الافكار الايجابيه عن هذا الطفل اللي انا اصلا مشاعري سلبيه تجاهه. فايه اللي بيحصل حسب النظريه اللي اتكلمنا عنها جيمس لانج ثيوري؟ ان انا مشاعري تجاه هذا الطفل المشاغب في الفصل تبتدي تتغير. الموضوع في ايدك، تقدر تعمله وممكن ترفض انك انت تعمله. لو اردت ان تغير مشاعرك تستطيع ان تفعل هذا الامر، في ايدك وفي قدرتك انك تعملها.